بارئ الخلائق أجمعين وباعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للأنام أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آل بيته المعصومين المظلومين. لعن الله الظالمين لهم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. صلى الله عليك سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله، يا صاحب المصيبة الراتبة ويا صريع الدمعة الساكبة، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك، طبتم وطابت الأرض التي فيها دفنتم، وفزتم فوزا عظيما يا فيا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. يا ذروني والأسى أنسي، ذروني والأسى أنسي، ذروني بآلامي وأحزان اتركوني، وخلوا عنكم عدلي ولومي، فلست بمنتهي لو تعذلوني، أيطرب مسمعي وتر ولما يا تزل ذكراهم تذكي شجوني، أأنسى رزء آل البيت؟ حاشا، لا والله. أأنسى يا رزء آل البيت؟ حاشا، وأنسى يا ما دها أم البنين. باب الحوائج عند الله هي وابنها. أأنساها وبشر راح ينعى، أأنساها وبشر راح ينعى، يا غريب الطف بالنعي الحزين. شي يقول بشر؟ ينادي 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 أهل يثرب بافتجاع، فتسأله عن الصبط
أميني فقال بنوك قد ذبحوا ضمايا، فقال بنوك قد ذبحوا ضمايا، فقالت بيش دعك من البنين، شو تريدين يا أم البنين؟ وأخبرني عن المولى حسين، وأخبرني عن المولى حسين، فمذ رحل الكرى جافا جفا تحادر دمع بشر ثم نادى. شي جاوبه هسه؟ تحادر دمع بشر ثم نادى حسين بات مقطوع الوتين، يا حسين بات مقطوع الوتين، فنادت وحبيبا وحسين، فنادت وحبيبا وحسينا، ونادت يا ابنة الهادي اعذري لقد قدمت أولادي فداء. يا الزهرة لقد قدمت أولادي فداء له، لكنما خابت ظنايا جاني الخبر عنك يا مقطوع الأيادي. شوف أم البنين شو تقول للعباس؟ قال له جاني الخبر عنك يا مقطوع الأيادي، وياها والله سريت قلبي وذوبت مني فادي، يقولوا ملكت الماء لكن ما شربته، والله يقولوا ملكت الماء لكن ما شربته، عفت العذاب والعمر لاجل حسين، عفت قل لي يا يمه شحالة المظلوم واخته. الحسين قال وضيعتنا بعدك يا أبا الفضل، ما حكاها إلا لما سقط العباس. والله قل لي يا يمه شحالة المذبوح واخته،
اش حاله الغريبة محيرة بين الأعادي. بعد لمن تنادي؟ تنادي أبا عبد الله يا حسين هل وفى العباس؟ يا حسين قل لي وش فعل وياك عباس؟ والله قل لي حسين قل لي وش فعل عباس وياك؟ يقولون مكسور الضليع يا حسين خلاك. والله يقولون مكسور الضليع يا حسين خلاك. طايح لقيته وفوق صدره طايح الواق. بأي صورة هذه الصورة؟ ساعد الله قلب الحسين. تقول له طايح لقيته وفوق صدره طايح الواق. يما طحت نادي دقعد يا سنادي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون. والعاقبة للمتقين. عن سيدنا ومولانا أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: إن ولي محمد من أطاع الله وإن بعدت لحمته، وإن عدو محمد من عصى الله وإن قربت قرابته. لتعجيل فرج مولانا صاحب الأمر والزمان وقضاء حوائجكم وشفاء مرضاكم جميعا صلوا على محمد وآل محمد. في الحديث عن أم البنين سلام الله عليها نسأل هذا السؤال: ما الذي خلدها؟ ما الذي خلد ذكر أم البنين؟ أم البنين شخصية كل العوامل والأسباب تؤدي إلى خفاء ذكرها. أكو شخصيات بالتاريخ بحسب طبيعة التاريخ إذن المفروض الشخصيات ينمحن ولا يبقى لهن أثر. شلون؟ واحدة منهن أم البنين سلام الله عليها. أولا أم البنين امرأة، وتعرف أنت المرأة في المجتمع العربي شنو موقعها. ثانيا أم البنين زوجة أمير المؤمنين، زوجة علي بن أبي طالب، وهذا يكفيها عند السلطة الغاشمة عند الخلافة الأموية ذنبا. عند الحكم الأموي هو أكبر ذنب الانتساب إلى علي، هذا ذنب لا يغتفر. كما نلاحظ أن في تاريخ الأمويين هذه القضية مذكورة، أن الذي ينسب إلى علي من شيعته ومن أهل بيته أول ما أصنعوا بهم امحوا أسماءهم وامسحوا أسماءهم من الديوان. يعني بالديوان لا تبقوا لهم اسم. يعني شنو؟ يعني لا تعتبروهم من المسلمين. هذا الذي ما يذكر بالديوان يذكر بالتاريخ، هذا يعتبروه خارج بعد. ثاني شيء لا تجيز لهم شهادة، وفي بعض النصوص اهدموا عليهم دورهم.
هذا بالشيعة، فكيف بامرأة تنسب إلى علي سلام الله عليه. ثالث خصوصية في أم البنين هو انتسابها إلى كربلاء، انتسابها إلى عاشوراء، وهذا أيضا يكفيها. عند الأمويين لعنهم الله أن امرأة في كربلاء وبيت في كربلاء خرج منه أكثر عدد من شهداء كربلاء من أسرة واحدة ومن بيت واحد. أكثر عدد من الأبناء خرجوا من هذا البيت، أكثر عدد من الشهداء خرجوا من هذا البيت. ما عندنا احنا بيت في كربلاء قدم 4 شهداء، هذا يسجل. وأي شهداء؟ أي شهداء؟ قادة معسكر الحسين، إخوته رضوان الله عليهم وسلام الله عليهم، مو شهداء عاديين، أبطال. ترى أخوة العباس مو قليلين، كل واحد منهم قائد، كل واحد منهم بطل، كل واحد منهم يعادل معسكر. طبعا العباس له اليد الطولة وله السبق في ذلك. هذه البطولات التاريخ يسجلها، هذه البطولات لا تمحى. زين، ما الذي خلد أم البنين إذن؟ شلون أم البنين؟ شنو اللي خلدها؟ فيها الكلمة لأمير المؤمنين سلام الله عليه، نكتشف الذي خلد أم البنين. إن ولي محمد من أطاع الله وإن بعدت لحمته، وإن عدو محمد من عصى الله وإن قربت قرابته. أم البنين كما ذكرنا ليلة أمس من بني كلاب، من بني عامر بن صعصعة، كلابية عامرية. لكن هذا الانتساب وهذا الشرف الذي حازته أم البنين حازته بطاعتها لإمامها، حازته بطاعتها لوليها. أم البنين في قضية عاشوراء هي أبرز مصداق لقول النبي صلى الله عليه وآله: أحب الله من أحب حسينا. بس احنا نحب الحسين سلام إن شاء الله، كلنا نحب الحسين، لكن أكو واحد يقدر يدعي أنه قدم للحسين ما قدمته أم البنين؟ لأن لازم أكو كما يقال قول وفعل. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. هاي المودة، هاي المحبة، أننا نجتمع بعد 14 قرن من واقعة كربلاء لامرأة منكسرة، مهضومة مظلومة محاربة. ترى نساء بني هاشم ونساء آل البيت حوربن بعد واقعة عاشوراء. مو تتصور سهل كان الأمر، إقامة المأتم على أبنائهم، إقامة العزاء على أبنائهم. أنتم عشتم هالحالة، كلكم عشتوها بالعراق أيام الطاغية المقبور. إذا واحد يطي شهيد يقدر يقوم بفاتحة، يقدر يذكره، فكيف شخص مثل أم البنين ومقدمة 4؟ لذلك ما عندها طريق إلا أن تأتي إلى البقيع، تيجي إلى البادية إلى البقيع، يقول ترسم قبور، ترسم قبور بيدها، تجلس عند تلك القبور وحده، ما تجي ما تدعو أحد، ما تقيم مجلس. يقول وحد قاعدة. يا أم البنين، ترى هذه المجالس التي تقام اليوم وفي كل مكان وفي كل بقعة، ترى هذه المجالس جزاء تلك التضحية والفداء والصبر على المصيبة
والشكر على المصيبة. هذه المجالس تقام ليس جزافا، هاي حكمة إلهية، الله عز وجل يريد يجازي أم البنين. تقول له اجاني الموت يمه وانت ما جيت. بهالساعات، هاي الساعات الأخيرة مثل هاليوم، يقال يوم الجمعة كان وفاة أم البنين. ما أدري منو كان عند أم البنين. زينب توفيت قبل 2 زينب بعد ماكو تقعد يمها، لكن لابد بنات بني هاشم، بنات الحسين، ما يقصرون ويا أم البنين. هاي أمهم، هاي جدتهم، لكن عينها على الباب. اجاني الموت يمه وانت ما جيت. ايش عجايب وانا رضعتك وفونا يا سوان امك يا يمه واعتب عليك. انا امك يا يمه واعتب عليك، وما ظن غيرتك تقبل يا عباس يا عباس. هذه جنازتي متروكة على القاع. من يشيل الجنازة؟ هذه جنازتي متروكة على القاع، تجيها تشيلها لوحة شم الناس. صعب هالكلام، هالعتاب صعب على أبو فاضل. قالها عتابك يمه موجع لا تعتبي، والله عتابك يمه موجع لا تعتبين. سهم ثاني أحس النبت بالعين، والله سهم ثاني أحسن نبت بالعين. نعش الأم ثجيل يريد لجفوف، وانا يم البنين بغير جفي. والله وانا يم البنين بغير شفيان. لا بيدي لشيلنك على الراس، لكن الراس من انجسم نص. يا لما تحضرون أمكم مشت، يا لما تحضرون والله يا لما تحضرون أمكم مشت، يا لما تحضرون وياها ويا أم البني. والله يا هم يشيعون راح الولد، يا يشيع قلبي يقطعون بغيابهم، قلبي والله يمتى يحنون يمتى يحنون، ما أدري بعد يمتى يحن القبر يزورون، تمنيتهم قبر يزورون. يا
تمنيتهم قبر يا زورا، والله كل من لها غايب وهو يعود، كل من لها غايب وهو يعود، وانا غايبي مقطوع الزنود، وانا غايبي مقطوع الزنود. يم النهار يا ناس ممدود، يم النهار يا ناس ممدود ممدود، وراسه يا ويل بعمد ممرود، والله راسه يا ويل بعمد مامرو. لا تدعوني ويك باب الحوائج عند الله. إذا عندك حاجة يوم عظيم هذا عند الله، هي باب الحوائج، والعباس باب الحوائج، نقدمهم بين يدينا. نقرأ الآية الشريفة لقضاء الحوائج وشفاء المرضى على الخصوص. من أوصاني بالدعاء. بسم الله الرحمن الرحيم. أما يجيب المضطر إذا دعاه. مو صوتكم، مو صوت أصحاب حوائج. يجيب المضطر إذا دعاه. أما يجيب المضطر إذا دعاه. أما يجيب المضطر إذا دعاه. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. إلهي بباب الحوائج أم البنين، إلهي بباب الحوائج أبي الفضل العباس، اقض حوائج المحتاجين، شاف مرضى المؤمنين، ارحم موتى المؤمنين. لا تخرجنا من الدنيا حتى ترضى عنا، وفقنا لما تحب وترضى، اجعل عواقب أمورنا خيرا. اللهم عجل لوليك الفرج، واجعلنا من أنصاره وأعوانه ومقوية سلطانه، ومن المستشهدين بين يديه الإخوة الحاضرون والمؤسسون، ومن أوصاني بالدعاء. اللهم اقض حوائجهم، شاف مرضاهم، ارحم أمواتهم، تقبل أعمالهم، ومن المؤسس بأحسن القبول. وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وشيعة أمير المؤمنين وخدام الحسين عامة، على الخصوص والدي المؤسس وأموات الحاضرين، نهدي للجميع ثواب الفاتحة قبل الصلوات.